أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. 48 سنة حبسا ل30 عنصرا من القوات المساعدة بالناظور هجروا عاطلين سرا. وقبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس 4 عناصر أمنية متهمة بالتهجير السري في الوقت الذي أدانت فيه 30 آخرين غالبيتهم أفراد من القوات المساعدة ودركي وأمنيين يشتغلون بإقليم الناظور وناحيته، واعتقلوا تباعا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. واختلفت الأحكام الصادرة في ساعة مبكرة من الصباح بعد جلسة ماراثونية، وتراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذة، في الوقت الذي تراوحت باقي الأحكام بين 1 سنة أدين بها متهم وسنة ونصف حبسا و4 سنوات حبسا نافذا وسنة ونصف حبسا أدين بها آخر و4 سنوات حبسا نافذا لشخص تالي. وحكمت ب4 سنوات حبسا على شخص مقابل 2 ونصف لآخر و2 حبسا نافذة ل4 متهمين، ونافذة في حدود 18 شهرا فقط، والباقي موقوفة التنفيذ بالنسبة ل3 متهمين آخرين توبعوا بدورهم في الملف نفسه، بينما أدين متهم ب9 أشهر حبسا نافذا مقابل 6 أشهر ل2 آخرين. وتوبع في الملف 34 متهما منهم أمنيين ودركي و31 فردا من القوات المساعدة، أحالهم قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال التي شرعت في محاكمتهم في صيف السنة الماضي قبل تأجيل ذلك في عدة جلسات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.